كتير من الناس بيسألوني: يا دكتور، هو الفيزر بيشد الجلد؟ خليني اقول لكم الفرق. الفيزر هو جهاز بيشتغل بالموجات فوق الصوتية اللي هي الالترا ساوند ويفز اللي بنعملها في الحوامل. بينتج عن الالترا ساوند ويفز دي حرارة. الحرارة دي بتدوب الدهون. بالاضافة لكده ان الحرارة دي ممكن تحفز الكولاجين ان هو يتفرز، فده بيساعد على شد بسيط في الجلد، وهو بيدي نتيجة 30% على اقصى تقدير. يعني الوظيفة الاساسية للفيزر هو إذابة الدهون، والشد بيكون عامل مساعد. في برضه جهاز الجي بلازما، وظيفته الأساسية مختلفة تماما. بعد ما بنخلص شفط الدهون، وده ما بيكونش فيه استخدام الجي بلازما خالص، بندخل الجهاز. وظيفته الأساسية إن هو يشد الجلد، وده بيكون عن طريق إن هو بيعمل حروق صغيرة جدا جدا في الطبقة السطحية من الجلد. الغرض الأساسي هنا هو شد الجلد بقوة أكبر. نتيجته أفضل شوية من الفيزر، يكاد يكون الاتنين متساويين. لو عندك ترهلات بسيطة، الفيزر كافي ان هو يعمل إذابة مع شد بسيط. اما بقى لو عندك ترهلات متوسطة، فانت ممكن تقدر تستخدم جهاز الجي بلازما. طيب لو عندك ترهلات شديدة، يبقى الحل في النهاية هو حل جراحي بشد واستئصال الجلد الزايد.